الله الرحمن الرحيم. نروح المسألة رقم 3. بيقول لي أوجد مجموعة حل في ط وصاد برضه ومثلها خط الأعداد. دي متباينات. المتباينة الأولى 3 س ناقص 1 أقل من أو يساوي 8. أنا هحل المتباينة بتاعتي بالشكل ده. يبقى أقول له هاخد السالب 1 أنقلها برضه بعكس الإشارة. يبقى 3 س أقل من أو يساوي 8 زائد 1. 3 س أقل من أو يساوي 8 زائد 1 9. أقسم على 3. لما أقسم على 3 طبعا بقسم على العدد موجب، يبقى عندي التباين زي ما هي. هقسم هنا على 3 يبقى هنا بقت س، و9 على 3 بقت هنا بتساوي 3. مجموعة الحل هنا في طاء هاخد اللي أقل من أو يساوي 3، يبقى 3 نفسها والاتنين والواحد والصفر. طيب لو هي في صاد يبقى هاخد 3 واتنين وواحد وصفر وسالب 1 إلى سالب ما لا نهاية. طيب لو مسألة خط الأعداد في طاء هكتب بس صفر 1 2 3 4. هاخد بس من هنا من الصفر والواحد والاتنين والتلاتة، مش عايز أكتر من كده. بالنسبة لصاد يبقى عندي هنا الصفر وهنا أعداد موجبة على اليمين وأعداد سالبة على الشمال. يبقى عندي هنا 3 طلع منها خط اهيت والاتنين والواحد والصفر والسالب 1، وأرسم كده شعاع إلى ما لا إلى سالب ما لا نهاية. نروح المتباينة التانية سالب 2 س زائد 1 أقل من 7. يبقى برضه هنقل السالب 2 هنقل موجب 1 بعكس الإشارة. يبقى سالب 2 س أقل من سالب 7 سالب 1. يبقى سالب 2 س أقل من سالب 8. هقسم على السالب 2. طبعا لما أقسم على سالب 2 يبقى بالقسمة على سالب 2. يبقى طبعا لما أقسم على عدد سالب علامة التباين تتبدل، يبقى الأصغر هتبقى أكبر. يبقى هنا الس وهنا سالب 8 على السالب 2 هيديني موجب 4. طيب إيه اللي أكبر من الأربعة؟ سواء بقى في طه أو في صاد مش هتفرق، تبقى سواء طه أو صاد الاتنين. اللي أكبر من الأربعة 5 والستة والسبعة إلى ما لا نهاية. أرسم على خط أعداد. يبقى هنا عندي صفر 1 2 3 4 5 6 7. عندي بس الخمسة، عندي الستة، عندي السبعة، والموجب ما لا نهاية بالشكل ده. نروح المسألة اللي بعدها. عندنا بيقول لي متوازي مستطيلات قاعدته مربعة طول ضلعها 5 سنتيمتر وارتفاعه 8 سنتيمتر. أوجد المساحة الجانبية والكلية. طيب عشان أحل المسألة دي يبقى أنا الأول هجيب محيط القاعدة. أعرف كده إني بعمل 4 خطوات. محيط القاعدة مربعة يبقى طول الضلع في 4. طيب طول الضلع عندي هنا 5 يبقى نقول له 5 في 4 يديني 20 سنتيمتر. بعد كده أجيب المساحة الجانبية. المساحة الجانبية هي محيط القاعدة في الارتفاع. القاعدة عندي 20 سنتيمتر في الارتفاع عندي 8. يبقى 20 في 8 هيديني 160 سنتيمتر مربع. بعد كده مساحة القاعدتين. مساحة القاعدتين هي مساحة قاعدة واحدة في 2. قاعدة هنا مربعة يبقى طول الضلع في نفسه في 2. طول الضلع عندي هنا طول ضلع القاعدة 5 يبقى 5 في 5 في 2 25 في 2 يديني 50 سنتيمتر مربع. المساحة بقى الكلية هي المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدتين. المساحة الجانبية 160 زائد مساحة القاعدتين 50 يطلع لي 210 سنتيمتر مربع. المسألة اللي بعدها زيها بالظبط، بس الفرق إن هنا عندي متوازي المستطيلات أبعاد قاعدته 7 و3 يبقى القاعدة هنا مستطيل وارتفاعه 6. يبقى في الحالة دي لما أجي أحل هقول له محيط القاعدة هيساوي الطول زائد العرض في 2. الطول زائد العرض كل في 2. الطول عندي هنا من أبعاد القاعدة 7 زائد العرض 3 10 في 2 هيديني 20 سنتيمتر. هضرب في الارتفاع عشان أجيب المساحة الجانبية. المساحة الجانبية هي محيط القاعدة في الارتفاع. يبقى 20 نفس القول اللي أنا كاتبه قبل كده. 20 في الارتفاع بتاعي 6 سنتي يديني 120 سنتيمتر مربع. بعد كده أجيب مساحة القاعدتين. برضه هتبقى مساحة قاعدة واحدة في 2 يبقى 7 في 3 في 2. 7 في 3 ب21 في 2 ب42 سنتيمتر مربع. المساحة بقى الكلية يبقى عبارة عن المساحة الجانبية هكتب كده زائد مساحة القاعدتين. يبقى هنا 120 مساحة جانبية زائد 42 مساحة القاعدتين. يبقى الناتج هنا 2 6 1 سنتيمتر مربع 162 سنتيمتر مربع. نفس الكلام بيقول الحجرة أبعادها 5 متر و4 متر وارتفاعها 3 متر. يبقى اطلاق الجدران والسقف يبقى هي عايز يطلق الجدران والسقف. طيب يبقى أنا لما أجي أحل والمتر مربع من الطلاق ب20 جنيه عايز يحسب التكلفة. لما أحل أنا
يبقى انا هبدأ الاول احسب مساحة الجدران اللي انا هدهنها. يبقى مساحة الجدران عبارة عن المساحة الجانبية للغرفة، يعني محيط القاعدة في الارتفاع. يبقى القانون اللي انا هستخدمه محيط القاعدة في الارتفاع. طيب محيط القاعدة هنا قاعدة مستطيلة، يبقى له الطول زائد العرض في 2 في الارتفاع اللي هو 3. يبقى 5 زائد 4 9، 9 في 2 ب18، 18 في 3 ب54 متر مربع. بعد كده هجيب مساحة السقف من نفس قانون مساحة القاعدة اللي هو الطول في العرض. الطول 5 متر في 4 متر يديني 20 متر مربع. يبقى المساحة المراد طلعوها هيساوي مساحة الجدران 54 متر مربع، مساحة السقف 20 متر مربع، نجمعهم يديني 74 متر مربع. المتر بيقول لي ب20 جنيه المربع، يبقى التكلفة هتساوي 74 في 20. أحط الصفر، 2 في 4 ب8، 2 في 7 ب14، 1480 جنيه.